مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض الكنافة. تحفة 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 يا بنات. ان شاء الله الفيديو مع بعض هيعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وهنبتدي مع بعض طبعا بالشربات، كوبايتين سكر وكوباية ونص مية. ده المعيار بتاع الشربات بتاع الكنافة. ده كده معانا كوبايتين سكر وكوباية ونص مية. هنعمله عشان نركنه ويبرد على بال ما نجهز حاجتنا ونعمل باقي الحاجة. هنسيبه طبعا على النار يغلي في حدود 10 دقايق مش اكتر، عشان ما يتقلش جامد. احنا مش عايزينه يبقى تقيل قوي معسل قوي، عشان ما تبقاش الكنافة تقيلة. وعلى حسب برضو كل واحد بيحبه ازاي. اهو غلى معانا، عصرنا طبعا ليمونة لازم هو على النار. وهنا بحط الفانيليا وهسيبه واركنه بقى. تحطي باكو فانيليا وبعد ما بينزل من على النار وتسيبيه وتركنيه. وبرضو هنعمل مع بعض الكريمة. معانا كوبايتين لبن، ومن يعني من 3 ل4 معالق نشا. ممكن تحط 3 على حسب النشا بتاعك برضو. ممكن تحطي 3، وبعد كده لو ما ربطش تحطي حبة نقطة مية كده وتدوبي الرابعة فيه وتحطيها هو على النار، عشان ما تتقلش معاكي جامد جدا. اهو هنحطها على النار. نقعد ما تسيبيهاش من ايدك، لازم تحركي فيها كده عشان ما تلسعش من تحت. ما تروحيش في مكان وتسيبيها، ايدك معاها كده على طول في التحريك. اهو بنحرك فيها، ما بتاخدش اي وقت معانا. اهي ربطت على طول. هننزلها كده خفيفة، وهي بتقعد برضو بتتقل كمان وكمان. تغطيها بكيس كده ولا حاجة، عشان ما تعملش طبقة بتاعت النشا دي. هنجيب الكنافة طبعا، يا ريت تكون مجمدة معاكي، تبقي جايباها قبلها بيوم او شايلها في الفريزر، عشان دي بتساعدك كتير في انك انت بتفروليها بسرعة. اما لو يعني مستعجلة وجايباها طازة، هي بتتعبك شوية في التقطيع. فنقطعها كويس قوي، نخليها ناعمة جدا. لو عندك كبة تفرميها كده، يعني مش تدوسي عليها تنعميها، لا، بس هو الافضل تعمليها بايدك. فاهو بندهن الصينية زبدة. انا هعملها بالزبدة، بتبقى معايا اخف جدا من السمنة. الزبدة وبيبقى طعمها زي البلدي، زي السمنة البلدي. الكنافة طبعا بتحب السمنة البلدي، اللي انت لو عندك سمنة بلدي هتطلع معاكي ايه، تحفة. لكن الزبدة برضو يعني بتسد خانة. هنفرش الطبقة الأولانية كده كويس ونسويها أول ما فيش حتة عالية وواطية، عشان لما نحط الكريمة معانا تبقى كله في سوا واحد، أو لما نقطع في الآخر. أنا مش مع الكبسة أو مش عارفة ايه، بحب تطلع كده مفتحة من بعض، مش بكبسها قوي. اهو يعني سقوة خفيفة. في ناس بقى بتحط بقى كمية كبيرة يعني لما تقطعيها وكده تحط السمنة كتير، او لا. ده انا جايب يعني من المحلات، هم بيعملوا كده. ما بيحطوش السمنة في الكنافة قبل ما يحطوها، بيحطوا السمنة بعد ما يحطوا الكنافة في الصينية. دي طريقتهم عشان ما تستهلكش منهم سمنة كتير، او يعني او زبدة كتير. هنفرد الكريمة، طبقة الكريمة معانا. عايزة تعملي الكريمة اخف من كده، عايزة تعمليها تقل كده براحتك. المهم ما تبقاش سايحة منك يعني. اهو هنفرد الطبقة التانية، توزعيها حلو كده على الصينية. نقعد نوزع فيها كده. وداعا طبعا لغلاء الاسعار. والله انت لو تعمليها بنفس الطريقة كده في البيت، سيبك من المحلات دي، اطعم بكتير جدا جدا وعن تجربة. يعني جربيها وان شاء الله هتدعيلي. اهو بنسويها قوي في الحروف وفي كل مكان. نسقيها بقى بالزبدة.
اسقي الحروف حلو، اهم حاجة الحروف عشان لما تيجي تقلبيها تطلع معاكي بكل سهولة. كده المحلات هي بتعملها كده، لكن لو انت حطيتي في حدود مثلا نص كوب زبدة، ده نص كوب ماشي. لو انت حطيتيها في البتاع عايزة كوب ونص كمان عشان تبقى معاكي يعني شاربة. اهو طلعناها الوش الاولاني، خدت مثلا 15 دقيقة نص ساعة على بال ما كده الوش من يحمر شوية، اما من تحت تبص كده هتلاقيها احمرت كلها. بص اهو حاجة تحفة. والكاميرا كمان ظلماها والله، هي كده يعني صفرة جدا ويعني شكلها وهم، مش عشان انا اللي عاملاها يعني بشكل، لا والله. اهو قلبناها هنحطها، طلعناها اهو بنسقيها الشربات. اول ما تطلعيها الشربات بارد وهي سخنة تسقيها على طول، ما تستنيش عليها. اهو بص لما قطعتها اهي تحفة. والكريمة انت عايزة تزودي طبقة الكريمة براحتك، يعني ده في ايدك تزودي طبقة الكريمة تقلليها، دي حاجة ترجع لك انتي. حاجة كده ما شاء الله. يا رب اللي يجربها يدعيلي، وما تنسوش الاشتراك. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.